برشلونة لم يفقد الأمل في انتداب أمرابط، والفيول يحدد شروط التخلي عن اللاعب، ولقجع ينجح في استمالة بن الصغير من أجل تمثيل المنتخب المغربي. لم يفقد فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم الأمل في انتداب الدولي المغربي سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وأوضحت صحيفة سبورت المقربة من أسوار الفريق الكتالوني أن إدارة البارسا ما زالت على تواصل مع فيورنتينا لضم أمرابط. وشددت الصحيفة الإسبانية على أن أمرابط ما زال يرغب في الانضمام إلى برشلونة، مشيرة إلى أن الفريق الكتالوني يرغب بضم الدولي المغربي، على الرغم من علمه أن هذا الأمر لن يكون سهلا لاهتمام أندية أخرى أبرزها مانشستر يونايتد الإنجليزي. وأكد المصدر نفسه أن إدارة الفيول أن تطالب بأكثر من 30 مليون يورو للتخلي عن خدمات اللاعب المغربي. وأفاد المصدر ذاته أن فيورنتينا بات مؤمنا بأن أمرابط لن يستمر مع الفريق في ظل العروض المهمة، وأيضا لرغبته في تغيير الأجواء. تجدر الإشارة إلى أن أمرابط كان قريبا من الانضمام إلى برشلونة الإسباني خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن عرض الفريق الكتالوني لم يلبى مطالب فيورنتينا. لقجع ينجح في استمالة بن الصغير من أجل تمثيل المنتخب المغربي. نجحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في إقناع اللاعب الشاب إلياس بن الصغير المحترف في صفوف نادي موناكو الفرنسي من أجل حمل قميص المنتخب الوطني المغربي، وذلك خلال الاستحقاقات القادمة. وعلمت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة أن بن الصغير الذي شارك مع المنتخب الفرنسي في تصفيات كأس أوروبا لفئة أقل من 19 سنة في مارس الماضي، اللاعب قد يعدل عن قرار تمثيليته الدولية بالرغم من عدم استدعائه مع المنتخب المغربي الأولمبي المشارك في نهائيات كأس إفريقيا. إلياس بن الصغير البالغ من العمر 18 سنة، والذي شارك مع فريقه موناكو في 24 مباراة خلال الموسم المنصرم، يعتبر من المواهب المغربية التي تستأثر باهتمام كبير، ليس فقط على مستوى منتخبات الفئات السنية، وإنما حتى لدى الناخب الوطني وليد الركراكي مدرب المنتخب الأول، والذي يتطلع لرؤية اللاعب رفقة النخبة الوطنية في المستقبل القريب. معلوم أيضا أن بن الصغير كان حاضرا في أحد المقصورات داخل مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، حيث تابع مباراة الأولمبي المغربي أمام نظيره المالي مساء الثلاثاء، والتي عبر من خلالها زملاء عبد الصمد الزلزولي للمباراة النهائية لكأس إفريقيا، وبالتالي حجز تذكرة العبور لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024.